عليكم، مرحبا بكم. وصفة اليوم ان شاء الله رايحه تكون طارت الملعب، لا طاغ تاع الملعب يعني نتاع ستار. كنت حضرتها في لانيفرسير تاع امير وكاع طلبتوا مني الوصفه باش تحضروها لوليداتكم. بالنسبه للوصفه خواتاتي، راه عندي هنايا لو بيسكوي ولا لا جينواز، يعني هي ماشي جينواز باسكو الجينواز تجي برك بالبيض والسكر والفارينه، هذا مكان هذه انا عندها كومين بيسكوي، بصح تقدروا ديروا بها اون طارت. بالنسبه اللي ما عندهمش الامكانيات يعني تجيكم اون طارت بذوق الشباب، بما انه رايحين نزيدوا لها العطر رايحه تكون بذوق الشباب. بالنسبه لهذا البسكويت انا راني حضرته بزاف لي طاحت في القناه، رايحه غير نعاودها لكم. اخر وصفه كانت طارت عالم الجزائر. بالنسبه للوصفه عندي 2 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونوش خارجين من الثلاجه، جبتهم من قبل من الفريجيدار. 2 حبات بيض مع نص كاس سكر، طلعوهم مليح بالباتور حتى يتضاعف الحجم نتاع البيض نتاعكم ويتقاد. نزيدوا لهم نص كاس زيت بالتدريج مع التحريك المستمر. بعد ما يتخلطوا مليح هاد المكونات نزيدوا نص كاس حليب، نخلطوا غير خلطه خفيفه، ونزيدوا كاس وربع كاس معمر تاع الفرينه وربع كاس فرينه تكون مغربله مع 2 خماره الحلوى. وبالنسبه للعطر هنايا اختاريتها بعطر التيراميسو. كما قلت لكم العطور هادو راهم ينباعوا بلي دوز عند اللي يبيع لوازم الحلويات، تقولوا له عمر لنا لا دوز نتاع العطر اللي تبغوه. هذا مركز العطر. نعاود لكم المقادير بسرعه. 2 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ، طلعوهم مع نص كاس سكر بالباتر مليح حتى يضاعف الحجم نتاع الخليط ويتقال في نفس الوقت يبيض. تزيدوا لهم نص كاس نتاع الزيت بالتدريج مع التحريك المستمر. نزيدوا نص كاس حليب خلطه خفيفه برك، ونزيدوا كاس وربع فرينه مع 2 خماره الحلوى. طبعا الفرينه تكون مغربله مع عطر، قلت لكم انا اختاريت عطر التيراميسو. وهنا بالنسبه للعطر كل وحده واش يكون متواجد عندها، وطبعا الذوق اللي تفضله هي. هنايا الصينيه راها عندي بالنسبه لهاد الكميه، الصينيه راها عندي 30 سنتيم في العرض و40 سنتيم في الطول. دهنتها بالزبده ورشيتها بالفرينه ووضعت فيها البسكوي نتاعي وطيبته في الفرن عادي كيما نطيبوا اي بسكوي. مده الطهي تاعها بالتقريب واحد 15 دقيقه، من بعد دخلوه للشواع. كي يخرج ناشف معناتها راه وجد البسكوي نتاعكم، تخلوه ياخذ هذا اللون الذهبي. وبالنسبه للاخوات اللي يخافوا البلان تاعهم لا كان يلصق، من الافضل تستعملوا ورق الطهي في البلان تاعكم وتحطوا لاباري نتاعكم وطيبوه عادي. انا اليوم رايحه ندير غير يعني اون بتي طارت في لانيفرسير تاع امير. خدمت هذه وزدت عاود خدمت واحده اخرى، يعني درت 2 طبقات باش تجيني اون طارت كبيره. اليوم برك باش نوريكم رايحه ندير يعني نستعمل غير هذه الكميه. شوفوا كي تنزع بكل سهوله ما تلصق في البلا ما والو. هذا هنايا اللي تشوفوا غير تاع الزبده والفرينه، هذاك غير الفتات. رايحه نقسمها في النص. يعني قلت لكم نعتذر منكم في لانيفرسير تاع امير ما كنتش منجمه نهضر، يعني الصوت كان رايح لي، على هذه ما قدرتش نصور لكم الوصفه. هذه هي. درك عندي السيرو. بالنسبه للسيرو عندي استعملت هنايا نص كاس نتاع السكر مع كاس تاع الماء، وضعتها فوق النار حتى داب لي هذاك السكر 5 دقائق. طفيت عليه وزدت له مام عطر التيراميسو. نشرب هذا البسكوي نتاعي. هكا نشربوه مليح. درك رايحه بالنسبه لاكريم شونتيي. لاكريم شونتيي هنا راه عندي كاس مع غبره الشونتيي مع كاس حليب بارد، طلعتهم مليح بالباتر وزدت لهم عطر الباونتي. هذا هو عطر الباونتي. قلت لكم تانيك ينباع بلا دوز عند اللي يبيع لوازم الحلويات. هاد لا دوز دير 10100 دينار. انا بغيت نحافظ على هذا اللون الابيض، هذا بغيت نحافظ عليه، بصح كنت باغيه عطر شويه قوي اللي يمد لي البنه، على هذه استعملت عطر الباونتي. رايحه نضيف كميه هنايا
درك رايحه نضيف الطبقه الثانيه ونشربها مليح بالسيرو. ونعاود نغلف كاع لاطاق نتاعي. هذه هي بعد ما غلفتها بلا كريم شونتيي. درك عندي علبه رايحه نستعمل غير علبه صغيره نوضعها هنايا في الوسط غير باش نحدد لو تور. بهذا الشكل هكا. درك الشونتيي اللي بقات لي راني درتها في اون بوش واستعملت هذا القمع اللي يكون يعني شويه صغير على حسب لاطاق اللي راها عندي صغيره. وندير دائره نتبع هاد لو تور هكا. وهنا ندير ثاني زوج خطوط ونشكل هنايا هادوك تاع يعني تاع المرمى. بهذا الشكل. درك لا كريم اللي بقات لي زدت لها شويه برك نتاع الملون الاخضر باش يعني ندير ديكور هنا في الحافه تاع السطاد. بهذا الشكل. درك باش نديرو هذاك الغازون داخل رايحه نستعمل الكاوكاو بيستاش، يعني اللي راح يجينا الغازون كيما نقولوا حنايا. علاش قلت لكم باغيه نحافظ على اللون الابيض باش كي نحط هذا الكاوكاو يعني يبقى محافظ على اللون نتاعه. هذه هي لاطاق نتاعنا، شوفوا الشكل النهائي نتاعها. ان شاء الله تستفادوا من الفكره وتعجبكم تحضروها لوليداتكم. هنايا بالنسبه للكره
الكره ها هي كره يعني عاديه اللي يلعبوا بها الدراري. غلفتها بالبابي فيلم ولا البلاستيك غذائي، غلفتها مليح. وهنايا راهي عندي عجينه السكر. شوفوا انا من النوع اللي ما نبغيش عجينه السكر نهائيا، ما نبغي نستعملها، ما نبغي ناكلها. على هذه الكره هذه خدمتها والدراري راهم مستحافظين بها كديكور. هنا قلت لكم كره، اي كره تكون عندكم تاع الدراري بصح شهوه لازم تكون على حسب لاطاغت. كيما انا هذه درتها على حسب لاطاغت اللي درتها كبيره. كيما تشوفوا هنايا ما رايحاش زعما شغل تجيني كبيره في وسط لاطاغت. قلت لكم كره تغلفوها ببلاستيك غذائي ولا بابي فيلم، بعد ما تغلفوها تحطوها بجنب. وعندنا عجينه السكر برك تعجنوها بيديكم. عجينه السكر هنا راها كاينه نوعيات، كاينه واحده النوعيه جيده راها متواجده عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، ما تحتاجش الخدمه بزاف، ما تيباش تساعدكم في الخدمه. تحلوها بيضه عاديه تغلفوا بها هاد الكره نتاعكم. راكم تحلوها ورقه رقيقه يعني في سطح العمل هذا عادي، تحلوها بالرولو كيما نحلوا اي عجينه، تحلوها رقيقه وتغلفوا هذا الكره نتاعكم وتحطوها بجنب. من بعد تعاود تدوا كميه من هذيك لاباطا سكر ولا عجينه السكر، تزيدوا لها الملون الاسود. وهنا الملون الاسود لازم تستعملوه غبره، خاطر كان ديروا سائل راح يخسر لكم عجينه السكر تاعكم. تستعملوه اسود يكون سائل، واختاروا النوعيه الجيده، لازم يكون يعني نوار هكا قاصح. بعد ما تلونوها بهذاك اللون الاسود حتى هي رايحين تحلوها في سطح العمل وتطبعوها. انا استعملت هذا الطابع. بعد ما حليت هذيك عجينه السكر السوداء طبعتها بهذا الطابع. وهذه البيضاء هنايا قعدت ندير غير شويه تاع الماء باش يلصقوا لي هادو، درت لها شويه تاع الماء ولصقت هادو، يعني تلصقوهم عادي رايحين يلصقوا لكم. وهنايا في هذا الجنب نتاع هادو تشدوا ان كوردون هكا وتبقاو تثقبوا فيها باش تجيكم كشغل مخيطه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الكره. وهنايا سيبور هذا درت ملعقه شوكولا بيضاء ذوبتها، حطيتها في بابي كويسون هذيك الملعقه، وحطيت الكره هكا حطيتها وخليتها بردت باش كشغل نديرها سيبور باش نحطها. يعني كي نحطها هنايا ما رايحاش تقعد تهرب لي. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من الفكره. قلت لكم عذروني كي وجدت لاطاغت نتاع لانيفرسير تاع امير ما كنتش منجمه نهضر على هذه، ما قدرتش نصور لكم المراحل بالتفصيل، بصح يعني الفكره راها واضحه. ان شاء الله تنال اعجابكم وتقدموها لوليداتكم في اعياد الميلاد وتفرحوها. هذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تجربوها لوليداتكم وتنال اعجابهم وتفرحوهم في اعياد ميلادهم ميم في مناسبة الاطفال. والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.